لينكس في الأساس هو كوماند لاين. فكرة الواجهة الرسومية دي مجرد حاجة اختيارية، انت مش محتاج واجهة أصلا علشان تشغل النظام. وده بالظبط اللي بيحصل في الشغل الحقيقي لما تشغل لينكس على سيرفر. كل تعاملك بيكون عن طريق التيرمينال. طب ليه؟ علشان التيرمينال أسرع وأخف وبيديك أداء عالي جدا من غير ما يستهلك رامات ولا موارد. ده غير انه الروح الحقيقية لللينكس. في حاجات مستحيل تعرف تعملها غير منه. في الفيديو ده مش جاي اقول لك احفظ اوامر، انا جاي افهمك كل حرف هتكتبه. لكن قبل ما تبدأ، لو انت دخلت على الفيديو ده مباشرة لازم تكون سمعت الفيديو اللي فات اللي نزلنا فيه اوبونتو، وتقدر تشوفه من الاي اللي بتظهر في الجنب هنا. اول حاجة علشان تفتح التيرمينال ممكن تضغط على علامة اوبونتو دي من هنا، بعدين هيفتح لك التطبيقات، تضغط على التيرمينال من هنا. او لو عايز تفتحه على طول تضغط كنترول الت تي وهيفتح معاك التيرمينال على طول. لو عايزين نكبر الخط اللي في التيرمينال هنضغط كنترول شيفت بعدين بلس، هيكبر معانا الخط بالشكل ده. فاول حاجه هنلاقيها في التيرمينال هو السطر ده. اول حاجه عندنا قبل علامه الات هو المجري، وده اسم اليوزر نيم بتاعك. تاني حاجه عندنا اللي هي اوبونتو ديت، وده اسم الجهاز اللي انت فاتحه. وديت مفيدة لو انت شغال على سيرفرات، تقدر تعرف انت شغال عن انهي سيرفر. اما علامة التمويجة ديت فدوت بيقول لك اللي انت في الهوم دايركتوري، وعلامة الدولار ده بيقول لك اللي انت يوزر عادي. اما لو اتحولت لعلامة الهاش فكده انت هتكون سوبر ادمن، يعني معاك كامل الصلاحيات اللي هي الروت. في حاجة مهمة جدا في لينكس ان الامر اللي هو بسمول غير الامر اللي هو كابيتال. يعني لو انت غيرت اي حرف وخليته كابيتال هيقول لك كوماند نوت فاوند. يعني خلي بالك لو انت بتكتب اي امر سمول يتكتب كل حرف سمول، اما لو بتكتب فيه امر فيه كابيتال تكتبه كابيتال، لان النظام كي سنسيتيف، يعني حساس لحالة الحروف اذا كانت كابيتال او سمول. فاول امر معانا هو هاو ام اي، هو بيجيب لك اسم اليوزر نيم بتاعك. اما لو انت عايز تعرف اسم الجهاز بتاعك هتكتب هوست نيم وهيطلع لك اسم الجهاز بتاعك اللي هو اوبونتو، وده طلع لك اسم اليوزر نيم اللي انت شغال بيه حاليا. فاهم حاجه دلوقتي وانت شغال في التيرمينال انك تكون عارف انت واقف فين دلوقتي. فالامر بتاعنا هيكون بي دبليو تي، واختصار لي برنت وركينج دايركتوري، يعني بيطبع لك المسار الكامل للمكان اللي انت واقف جواه حاليا. يعني لو ضغطت انتر هيجيب لك الهوم بعدين اسم اليوزر نيم بتاعك، اللي هو لو انت فتحت الفايلز من هنا هيفتح لك بالشكل ده. هو ده المسار اللي احنا واقفين فيه. الامر اللي بعده عندنا هو ls، لو ضغطنا انتر هيجيب لك كل الملفات والفولدرات اللي في المكان اللي انت واقف فيه حاليا، وده اختصار لليست. ولو عايز تشوف الملفات المخفية تقدر تزود arguments زي مثلا ls-a، هيجيب لك كل الملفات عندك المخفية اللي هي بتبدأ بدوت زي الملفات ديت. او لو انت عايز تزود حاجة زي اللونج فورمات تضغط ls-la، وده اختصار ال لونج فورمات. اما الاي فهي اختصار للاول. لو ضغطت انتر هيجيب لك كل الملفات والفولدرات بالشكل الطولي ده. فدلوقتي الشاشة اتملت عندنا في طريقتين لو احنا عايزين نمسح الشاشة. اول طريقة تضغط كنترول ال، وهي باختصار ما مسحتش الشاشة ولا حاجة، هي عملت لك صفحة جديدة فاضية. يعني انت لو نزلت بالماوس كده هتلاقي كل التفاصيل اللي انت عملتها موجودة. اما لو انت عايز تمسح التيرمينال كأنك لسه فاتحه هتكتب ام كلير، يعني امسح، تضغط انتر هيمسح لك التيرمينال كل السجل اللي انت كنت مستخدمه. فدلوقتي لو احنا عايزين نروح لفولدر معين، احنا مثلا كتبنا list اللي هو ls، ضغطنا انتر، فاحنا عايزين مثلا نروح لفولدر الداونلود فهنستخدم cd اللي هو change directory. بعدين هنكتب اسم الفولدر، مش لازم تكتبه كامل، داونلود بس كده، وتضغط تاب فهيكمل ليك الاسم اللي انت عايز تكتبه. بعدين هتضغط انتر. فاحنا حاليا بغينا في فولدر الداونلودز، يعني احنا لو كتبنا بي دب دي اللي هو برنت وركينج دايركتوري ضغطنا انتر هيقول لك انت واقف حاليا في الهوم في المجري بعدين الداونلودز. ان احنا لو فتحنا الفايلز بعدين دخلنا على الداونلودز فاحنا حاليا واقفين هنا. فانت دلوقتي لو عايز ترجع او لو عايز تروح للهوم دايركتوري مباشره بتضغط سي دي بس بعدين هتضغط انتر، فانت حاليا بغيت في الهوم دايركت. اما لو ضغطت سي دي بعدين نقطتين فانت هترجع خطوه لورا. لو ضغطت انتر هنكون في الهوم اللي هو هنا. يعني انت لو شلت المجله دي كده وضغطت انتر انت حاليا واقف هنا. بعدين هنرجع للهوم تاني هنضغط سي دي كده احنا واقفين في الهوم.
فاحنا مثلا هنخش في اي فولدر فاضي دلوقتي، هنعمل دي بعدين هنخش في الداونلود، بعدين نضغط تاب علشان يكمل لنا الاسم، بعدين نضغط انتر، بعدين هنكتب PWD بعد لنا المكان اللي احنا واقفين فيه. تاني حاجة عندنا هي لو انت عايز تعمل فولدر او تمسح فولدر، في اول امر عندنا لو انت عايز تعمل فولدر هي mkdir اللي هي ميك دايركتوري، بعدين هتكتب هنا اسم الملف هو مثلا المين. لو ضغطت انتر هو مش باين اي حاجة، فهنضغط list اللي هي ls هيطلع لنا المين اللي احنا لسه عاملينه. ولو عايز تعمل اكتر من فولدر بامر واحد هتكتب mkdir بعدين اسامي الفولدرات مثلا اي حاجه، وهيعمل لك كل فولدر لوحده ادام ما بينه مسافه هيطلع لك كل فولدر لوحده. لو ضغطنا انتر وبعدين كتبت ls هيطلع لنا كل الفولدرات اللي احنا لسه عاملينها. اما لو انت عايز تعمل فولدر وما بينه مسافه لازم تحط اسم الفولدر ما بين دبل كوتس، يعني مثلا mkdir بعدين نيم مثلا. لو ضغطنا انتر وبعدين عملنا ls هتلاقيه طلع لنا اسم الفولدر بالشكل ده. طب دلوقتي لو احنا عايزين نمسح الفولدرات اللي عندنا دي، اول امر عندنا هي rm dir وهي remove directory، بعدين هتكتب اسم الفولدر اللي انت عايزه، مثلا الفولدر ده مثلا. لو عايز تمسح اكتر من فولدر تقدر تكتب اسمه بالشكل ده. في ملحوظه هنا هنعرفها كمان شويه، بعدين لو ضغطنا انتر نلاقيه مسح لنا اسامي الفولدرات اللي احنا حددناها. فاحنا مثلا لو دخلنا على الفولدر المين هنكتب cd بعدين مين بعدين انتر، كده احنا بقينا في فولدر المين. بعدين هنعمل فولدر جديد مثلا ميك داير بعدين تيست، ضغطنا انتر بعدين ls، كده احنا عملنا فولدر جديد في المين. لو رجعنا خطوه لورا كده المين جواه فولدر تيست، لو جينا نكتب rm داير بعدين عملنا فولدر المين ضغطنا انتر هنلاقيه طلع لنا الايرور ده. يعني ايه؟ اول حاجه امر الريموف دايركتوري بيمسح الفولدر لو هو فاضي، اما لو الفولدر فيه ملفات مش هيمسحه. فاحنا لو عايزين نمسح فولدر فيه ملفات بنكتب rm بعدين داش ار بعدين كتبنا المين، ضغطنا تاب علشان يكمل لنا الاسم لوحده، ضغطنا انتر هنلاقيه مسح الفولدر من غير اي مشاكل. لو ضغطنا ls مش هنلاقي اي حاجه في الداونلود. فدلوقتي الشاشة اتملت علينا، لو احنا عايزين نمسح نقدر نضغط كنترول ال عشان ننزل صفحة جديدة وكل الحاجة نلاقيها موجودة، او نضغط كلير عشان نمسح كل حاجة. فدلوقتي احنا عرفنا ازاي نعمل فولدر وازاي نمسحه. لو احنا دلوقتي عايزين نعمل ملف، فاول امر عندنا هو التاتش بعدين اسم الملف اللي احنا عايزينه مثلا فايل دوت تكست، بعدين نضغط انتر، بعدين لو كتبنا ls هنلاقيه طلع لنا اسم الملف اللي احنا لسه عاملينه. طب لو عايز اكتب جوه الملف حاجه سريعه كده من التيرمينال من غير ما افتح الملف، هنكتب echo بعدين هتكتب النص اللي انت عايز تحطه ما بين دبل كوتس بالشكل ده. بعدين في عندك خيارين دلوقتي، لو انت عملت العلامه ديت هيمسح كل حاجه في الملف وهيضيف اللي انت لسه كاتبه، اما لو انت عملت علامتين هيضيف الكلام على الموجود. خلي بالك من الجزئيه ديت علشان هي مهمه جدا. فاحنا لو عملنا مثلا كده بعدين كتبنا اسم الملف وضغطنا تاب علشان يكمله وضغطنا انتر، لو احنا دخلنا على الهوم بعدين الداونلودز المكان اللي احنا واقفين فيه بعدين فتحنا الفايل هنلاقي الكلام اللي احنا كتبناه موجود في الفايل دلوقتي. اما لو احنا كتبنا نفس الامر بس عملنا كده وضغطنا انتر فتحنا نفس الفايل تاني هنلاقيه كتب النص اللي احنا عايزينه تحت منه ما مسحوش. يعني لو احنا كتبنا كده تاني وبعدين ضغطنا انتر عشان نتأكد بس وكتبنا كده مثلا بعدين ضغطنا انتر فتحنا نفس الفايل نلاقي النص الموجود هو آخر نص إحنا لسه كاتبينه. يعني العلامتين لو أنت عايز تزود كلام على الموجود، أما العلامة الواحدة بيمسح كل اللي فات وبيحط الكلام اللي أنت لسه كاتبه هو دوت بس اللي في الملف. طب دلوقتي إحنا رحنا فتحنا الملف علشان نشوف اللي جواه. لو إحنا عايزين نشوف جوه أي ملف من التيرمينال هنكتب حاجة اسمها cat بعدين اسم الملف بعدين نضغط انتر هنلاقيه طلع لنا الكلام اللي في الملف. اما لو انت عايز تعدل جوه الملف كانك فاتح النوت باد هنستخدم محرر النصوص بتاع التيرمينال اللي هو نانو، بعدين هتكتب اسم الملف بعدين هتفتح كده هنلاقي الملف فتح عندنا في التيرمينال. تقدر تكتب اي حاجه هنا بعدين انتر تكتب اي حاجه، بعدين علشان تحفظ تضغط كنترول بعدين او بعدين هتضغط انتر بعدين كنترول اكس علشان تطلع. بعدين لو كتبنا كات بعدين اسم الملف عندنا هنلاقي كل حاجه احنا كتبناها ظهرت عندنا بالشكل ده تيرمينال. فدلوقتي احنا عرفنا ازاي نعمل ملف وازاي نكتب جواه وازاي نعرض محتويات الملف في التيرمينال. دلوقتي لو احنا عايزين ننسخ ملف او لو عايزين ننقله بنستخدم امر cp علشان ننسخ الملف، بعدين هنا هتكتب اسم الملف بعدين هنا المكان اللي انت هتحط فيه الملف، فمثلا هنكتب الهوم
بعدين اليوزر نيم بتاعنا، بعدين المكان اللي انت عايز توديه فيه، مثلا ديسكتوب. لو ضغطنا انتر هنلاقيه اتنسخ عندنا في الديسكتوب. لو دخلنا على الفايلز من هنا، بعدين رحنا للهوم، دخلنا على الديسكتوب، هنلاقي الملف اتنسخ عندنا بالشكل ده. وهنا انا كتبت المسار بالكامل علشان احنا واقفين في الداونلود. يعني انت دلوقتي لو عملت مثلا ميك داير بعدين اسمه فولدر تيست، رحت عامل كده، هو دلوقتي التيست في جوه فولدر الداونلودز. يعني انت لو عايز تنقله مش محتاج تكتب المسار كامل، هتروح كاتب سي بي بعدين اسم الملف، بعدين هتروح عامل في التيست. لو ضغطت انتر، لو عايز تشوف محتويات فولدر التيست من غير ما تخش عليه، هتكتب ls بعدين تيست، هيعرض ليك المحتويات بتاعه الفولدر بتاع التيست. يعني احنا لو دخلنا على الهوم دايركتوري بعدين داونلودز بعدين الفولدر اللي احنا لسه عاملينه، هنلاقي الملف بتاعنا نسخ عندنا بالشكل ده. فباختصار لو انت هتنقل الملف جوه فولدر في نفس المكان اللي انت واقف فيه، مش شرط تكتب المسار بتاع فولدر كامل، تقدر تكتب اسمه وهو ينسخه على هناك على طول. اما لو انت هتنسخه في مكان تاني خالص، لازم تكتب المسار من اول. فاحنا دلوقتي عندنا فولدر اللي هو اسمه تيست، وعندنا الملف الفايل دوت تكست. لو احنا عايزين نمسح الفولدر تيست، لو عملنا ار ام طير بعدين تيست، هيطلع لنا ايرور علشان فولدر في ملف عايزين نمسحه. هنكتب ار ام بعدين داش ار بعدين تيست، هيمسح لينا الفولدر عادي جدا. عايزين نمسح الشاشة، هنضغط كلير عشان نمسح الشاشة ونفضيها. فدلوقتي لو احنا عايزين ننقل الملف مش ننسخه، هنكتب امر mv يعني انقل الملف، بعدين اسم الملف بتاعنا، بعدين المسار اللي انت عايز تنقله ليه. فهنكتب الهوم بعدين اسم اليوزر نيم بتاعنا، بعدين مثلا دوكيمنت، بعدين لو ضغطنا انتر وعملنا ls مش هنلاقي الملف عندنا في المسار اللي احنا واقفين فيه. لو رحنا على الهوم بعدين رحنا على دوكيمنت، هنلاقي الملف في الدوكيمنتس. لو احنا عايزين نفتح التيرمينال من الدوكيمنتس على طول، هنضغط كليك يمين بعدين اوبن تيرمينال، هيفتح لنا التيرمينال في الدوكيمنت. بعدين هنكبر دي شويه كده، كنترول شيفت بلس عشان يكبر الخط. دلوقتي لو انت عايز تغير اسم الملف، بتكتب امر بسيط جدا هو الام في برضه، بعدين اسم الملف اللي انت عايز تغيره، بعدين فايل داش نيو تكست. لو ضغطت انتر وعملت ls هنلاقي الفايل اتغير اسمه بالشكل ده. احنا هنقفل اللي هو اللود استناه في الدوكيمنت. دلوقتي احنا عرفنا ازاي ننقل وننسخ الملفات. لو احنا عايزين ننقل فولدر او ننسخ هنعمل ايه؟ هنعمل بس فولدرين علشان نجرب عليهم. مين اس نضغط انتر ls هنلاقي الفولدرين عندنا بالشكل ده. لو احنا عايزين ننسخ الفولدر ده جوه المين، نكتب سي بي بعدين داش ار بعدين اسم الفولدر اللي احنا عايزين ننسخه، بعدين اسم الفولدر اللي احنا هنودي ليه النسخ يبقى المين. لو ضغطنا ls نلاقي مفيش حاجه اتغيرت، بس لو احنا دخلنا على المين وعملنا ls بعدين مين، نلاقي فولدر التست موجود في المين. يعني احنا لو ضغطنا على الفايلز من هنا بعدين دخلنا على المين، هنلاقي فولدر التست. طب لو احنا دلوقتي عايزين ننقل الفولدر هنعمل ايه؟ نكتب ام في ننقل مثلا مجلد المين جوه التست، ام في بعدين مين ننقله للتست. اضغط انتر بعدين ls هنلاقي مجلد التست بس. وصلنا على الفايل دخلنا على التست، نلاقي مجلد المين كل محتوياته موجوده هنا بالشكل ده. فعلشان نراجع اللي احنا عملناه، لو احنا عايزين نمسح الشاشه نضغط كنترول ال او كلير. اول حاجه لو احنا عايزين نروح للهوم دايركتوري نضغط سي دي، كده احنا بقينا في الهوم دايركتوري. عايزين نعرف احنا واقفين فين، بي دبليو تي هو برين وركينج دايركتوري. عايزين نعرف ايه محتويات المجلد اللي احنا واقفين فيه حاليا، في الاس هي دي كل المجلدات اللي موجوده. عايزين نشوف الملفات المخفيه والفولدرات الاس، بعدين هنزود ارجيومنت زي ايه داش ايه اللي هو كل حاجه. عايزين نغير المكان اللي احنا واقفين فيه، هنضغط سي دي اللي هو شينج دايركتوري، بعدين نروح عند الداونلودز مثلا بعدين نضغط انتر. بقينا دلوقتي في الداونلودز. عايزين نعمل فايل تاتش، بعدين اسم الفايل مين دوت تكست والامتداد بتاعه ls نلاقي عندنا اسم الفايل بالشكل ده. عايزين ننسخ فايل سي بي بعدين المين بعدين المسار اللي انت عايز توديه له، هنوديه مثلا داش هوم بعدين اسم اليوزر نيم بتاعك، بعدين مثلا دوكيمنت نضغط انتر. لو دخلنا على الدوكيمنت فايل من هنا بعدين دوكيمنت هنلاقي الملف بتاعنا انضاف بالشكل ده. عايزين نفتح محرر النصوص بتاع التيرمينال نفسه، هنكتب نانو بعدين اسم الفايل بتاعنا اللي هو المين، اضغط كده هنلاقيه فتح عندنا المحرر، تقدر تكتب فيه اللي انت عايزه مثلا. بعدين عايزين نحفظ هنضغط كنترول برو بعدين انتر بعدين كنترول اكس علشان نطبع. عايزين نطبع اللي جوه المحتوى الملف كات
بعدين مين هيطلع لنا كل محتويات الملف. عايزين نضيف محتوى للملف من غير ما نفتحه، هنستخدم حاجة اسمها ايكو. بعدين الحاجة اللي احنا هنكتبها هنحطها ما بين الدبل كوتس مثلا. الوقت لو احنا عايزين كل محتويات الملف والكلام اللي احنا لسه حاطينه هو بس اللي يضاف، هنعمل علامة الأكبر من بس. أما لو احنا عايزين نزود هنعمل علامتين. بعدين هنكتب اسم الفايل بتاعنا وضغطنا انتر. بعدين لو عملنا كده تاني بعدين المين ضغطنا انتر هنلاقيها اتضافت عندنا بالشكل ده. فدلوقتي لو عايزين نعمل مجلد جديد هنعمل ميك تاير، بعدين اسم المجلد، بعدين لو عملنا ls هنلاقي اسم المجلد بالشكل ده. بعدين لو عايزين ننسخ الفايل ده في المجلد هنعمل mv بعدين main دوت تكست. بعدين في المجلد اللي احنا موجودين اللي احنا عايزين ننقله فيه، حتى لو ضغطنا انتر نلاقيه نقل معانا. فدلوقتي لو احنا عايزين نمسح المجلد هنعمل rm-r علشان المجلد ده فيه محتوى. بعدين هنكتب اسم المجلد، بعدين هنضغط انتر. عايزين نمسح الشاشة كلير. وبكده نكون أخدنا أول وأهم خطوة في التعامل مع التيرمينال. وأنت فاهم ومش حافظ. الفيديو الجاي بقى إن شاء الله هنرفع المستوى شوية ونشوف أوامر الصلاحيات وإزاي نثبت البرامج. سيب لك ملف فيه كل الأوامر اللي استخدمناها في وصف الفيديو. لو عجبك الشرح واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتتابع السلسلة من الأول. وقبل ما نختم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي ودمتم سالمين، والسلام عليكم.